النهارده تمام نعرف الطلبه عن القسم معلومات بشكل واقعي جدا. خوف من الوقايه بيبقى خوف من كذا حاجه. اول حاجه الناس بتخاف من التشريح وبيخافوا من اللاتين والرسومات. ايه رأيك بقى يا صديقي لو قلت لك ان في قسم الخليجة بتاعته بتحارب كائنات صغيرة لكن بيحمي ملايين الفدان، في لحظة ممكن ينقذ محصول او يخسره بالكامل؟ تعرف ليه؟ علشان مش اي حد يقدر يعرف يحمي النبات. طالب وقاية النبات يقدر. لو عرفت احنا بنتكلم على ايه، يا ريت تتابع الفيديو للنهاية. النهارده هنتكلم عن برنامج وقاية النبات. برنامج وقاية النبات يعتبر من أهم برامج كلية الزراعة لأنه بيمثل الحماية لكتير من المحاصيل سواء كان من الآفات أو الأمراض. البرنامج ليه تخصصات كتير منها علم الحشرات الاقتصادية، وهنا الطالب بيدرس دراسة الحشرات الضارة بالمحاصيل، وكمان بيتعلم تصنيف الحشرات ودورة حياتها وأنواع الأطوال الضارة للنبات. كمان بيشمل مكافحة الحشرات بالطرق الكيميائية أو البيولوجية. كمان عندك تخصص أمراض النبات، هنا الطالب بيدرس الأمراض اللي بتصيب النبات سواء كانت أمراض فطرية بكتيرية أو فيروسية، ويتعلم الطالب الوقاية وطريقة العلاج المناسبة لكل مرض. علم المبيدات بقى هنا الطالب بيتعلم بيه استخدام مبيدات بأنواع، قادر ان هو يصنع مبيد وقادر ان هو يعرف التركيز الكيميائي ليه. كمان درجة تأثير المبيد على الآفة والنبات، وهنا الطالب بيتعلم السلامة المهنية والتطبيق الميداني السليم. كمان المكافحة المتكاملة للآفات، وهنا بيتم دمج المكافحة الحيوية والزراعية والكيميائية عشان يطلع في الآخر أقل استخدام المبيدات وأكتر حماية للبيئة. أي مزرعة ما تقدرش تستغنى عن مهندس وقاية النبات عشان تطلع المحصول بتاعها بجودة وعائد ربح عالي. لو عايز تعرف أكتر عن القسم يبقى معانا في فقرة إسر زراعي. دلوقتي مع فقره اسر الزراعي، وهنتكلم النهارده عن برنامج من اهم برامج كليه الزراعه، هو برنامج وقايه النبات. برنامج كتير جدا من الطلبه بيحتاج ان هو يعرف عنه معلومات كتير، ان شاء الله هنتعرف عليها من خلال الباشمهندس شيخ. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ زي الفل. عايزين النهارده تمام نعرف الطلبه عن القسم معلومات بشكل واقعي جدا. عايزين اول حاجه نعرف معلومات عن القسم والمواد اللي انت بتدرسها، درجه الصعوبه. تمام. اول حاجه بالنسبه للبرنامج وقايه النبات فهو بيتقسم لثلاث حاجات، بيتقسم لحشرات ومبيدات وامراض نبات. هي دي المواد اللي انت بتدرسها خلال السنين كلها، مع الاخذ في الاعتبار مواد من برامج تانية مساعده هتساعدك في الحاجات دي، زي برامج من تكنولوجي زي كيمياء عضويه وكيمياء حيويه، او من انتاج نباتي زي الزراعه العضويه مثلا. بالنسبه للمواد اللي عندنا هتدرس في الاول حشرات، بتبدا في الاول في سنه ثانيه الترم الاول علم حشرات عام، بعد كده بتاخد الترم الثاني حشرات اقتصاديه الف، بعد كده ان شاء الله في ثالث حشرات اقتصاديه ب وهكذا. والجزء الثاني بالمبيدات زي مبيدات افات عام مثلا، وامراض نبات في الاول بتاخد مسببات عامه، بعد كده بتبدا تتخصص حاجه حاجه، بعد كده امراض مسببات امراض فيروسيه، بعد كده بكتيريه ان شاء الله في ثالثه وفطريه وهكذا. دي بالنسبه للمواد. الصعوبه والسهوله هي ما لهاش علاقه بالصعوبه والسهوله، هي قد علاقه ان انت بتحب الماده ولا انت لو بتحب البرنامج انت هتخش وهتبقى حابب. كل حاجه في الدنيا صعبه، ولكن انت في الاول وفي الاخر بتستعين بربنا، وثانيا انت داخلها عشان انت حاببها، فالصعوبه ديت هتتيسر عليك باذن الله لما تخش حاجه وانت بتعملها وانت حاببها، بس فكله بالتدريب يعني ان شاء الله. جميل جدا. طب انت شايف مثلا دلوقتي من خلال دراستك في القسم ايه مثلا التخصص اللي انت شايف ان اكتر شعبه مثلا بتروح له من قسم مثلا زي تخصص امراض او تخصص مثلا حشرات؟ فهل انت هما الاثنين كده كده ليهم شغل جدا يعني في مجال الانتاج النباتي، وهنتكلم عن الشغل بس بعد شويه. بس انا عايز اعرف بس التخصص اللي اكتر الشعبه يعني تبدا ان هي تروحه تمام، وبرده نفس الكلام يعني هل التخصص ده بيبقى درجه صعوبته مثلا عن التخصص الثاني؟ تمام. واحنا بالنسبه للتخصصات عندنا، اولا احنا ما فيش عندنا اجباري للتخصص، انت ان شاء الله في رابعه بتختار المواد كيفما تشاء، تختار المواد اللي انت عايزها من حشرات يعني او انت مبيدات. مش لازم مثلا تجيب تقدير معين عشان التخصص ده. لا براحتك تمام. خالص. الاقبال طبعا بيختلف من سنه للتانيه، وهم ما شاء الله يعني عاده الثلاث اقسام جمال جدا حتى كشغل، ايا كان الوقايه اللي هو حشرات ومبيدات، وجوه حشرات كمان في علم الحيوان الزراعي، وفي الامراض بقى ده جزء وده جزء، فالاثنين شغالين كويس جدا كشغل وكاقبال طلبه، وكل حاجه ليها حتتها لكل واحد على حسب ما يحب يعني. شايف مثلا من خلال مثلا دراستك كقسم تمام، شايف ايه الوظائف مثلا اللي ممكن القسم يوفرها لك بعد التخرج؟ بالنسبه للوظائف في وظائف كتير جدا، خلينا نمسك قسم كده. اولا حشرات، اشهر الحشرات وانفعها هو نحل العسل، فانت ممكن تشتغل في مناحل، او دوت الحرير وده مشروع مربح جدا. بالنسبه لامراض فانت بتبقى طبيب نبات، اي كائن حي في الدنيا ليه اهميه لازم نحافظ عليه، زي ما احنا لينا طبيب بشري ومختلف التخصصات، والحيوانات ليها طبيب بيطري، فطبيب النبات هو
بتاع وقايه وامراض نبات. كان في مثال حلو قوي بيقول لك ايه، بيقول لك اوعى تروح لطبيب تمام او النبات اللي عنده مات تمام، فانت رعايتك مثلا نفس الكلام. انت مثلا احنا عندنا مثلا كتخصص انتاج نباتي، احنا مسؤوليتنا ايه؟ مسؤوليتنا ان احنا نوفر يعني الاحتياجات اللازمه للنبات ان هو يعيش تمام، بس بيبقى فيه ظروف خارجه عن النبات ذات نفسه. يعني انا كفسيولوجي بالنسبه للنبات بدرس خصائص النبات، بدرس تركيبه تمام، بس النبات ده مش عايش مثلا في مكان في معمل، لا ده انا بعمل له اقلمه في الحقل تمام، بس هو بيتعرض لظروف جويه وبيتعرض لاصابات حشرات. فتدخل قسم الوقايه او تدخل وظائف جدا الوقايه ده مهم جدا، ان هو عائد اصلا على المزارع ولا اللي ماسك مشروع لازم يتعاقد مع مهندس وقايه شاطر، لان هو المحصول ان هو هدفي ان انا بزرع المحصول ده ان انا اخد اكبر عائد اقتصادي واقل اضرار. ففعلا الانتاجيه دي هتيجي من طريق الحمايه بشتى الطرق. وبرضه عشان نكمل حوار الشغل، ففي المبيدات طبعا حدث ولا حرج، دي بملايين الدولارات على مستوى العالم بمختلف انواع المبيدات. فالمبيدات ليها شغل جامد جدا، فكل الحمد لله القسم ليه شغل كتير بمختلف طبعا بقى بقيه الحاجات اللي هي الاساسيه اللي هي الاقسام اللي هو زي المركز الزراعي البحوث والحاجات دي موجوده طبعا. فعلا انت عندك مبيد مثلا واحد ممكن انك تعمله تاخد سنين كبيره تمام، بس مبلغ محترم. فبرضه بجانب اللي احنا نقدر نقول كده ان انا مثلا دلوقتي كقسم وقايه نبات انا عندي جانبين تمام. طبعا اي قسم في الكليه هو بيبقى الجانب النظري، سواء انت مثلا هتاخد الشغل الاكاديمي او في مركز البحوث، وده مش عايزين نطول عليه كتير لان الكلام ده احنا قلناه اكتر من ثابت مع الكل، ثابت مع كل الاقسام. انا كمهندس وقايه اقدر ان انا اشتغل كجزء عملي تمام، ابقى مشرف تمام على النباتات، مشرف على نقص عناصر، ببقى مشرف على الامراض والحشرات، واستخدم المبيد الكويس ليها، لان خلي بالك في مبيدات بتبقى فيها مشكله تمام، بتاثر يعني ممكن تدمر لك المحصول. فهو فعلا يعني عايز اقول لك ان هو قسم حساس جدا جدا تمام. وبجانب ان انت تقدر تشتغل في كتير جدا من المصانع اللي بتصنع المبيدات دي وتصنع الكيماويات. هو مكمل الانتاج النباتي طبعا. للمعلومه المصانع المبيدات كتخصص او عندنا مثلا في مصر مش بنفس الدرجه بره تمام، ان معظم الحاجات ككيماويات مثلا او كماده خام احنا بنستوردها من بره، ولكن الشغل هو يعني في حاجات كتير جدا هي خبره انت بتكتسبها. عايزين بقى اتكلمنا على هو الشغل واحد بغض النظر هنا او بره، بس ما الاختلاف احنا مثلا هنا كعالم ثالث بينتشر الكيماويات اكتر. بالظبط. بره بيبقى لا المبيدات الحيويه اكتر، وخدوا قرار مؤخرا ان شاء الله فيما بعد بره لسه ما القرار ما طبقش عندنا ان شاء الله ربنا يسهل ان مش هيبقى فيه كيماويات. فهو مع الاختلاف ولكن دي كلها مبيدات سواء حيوي سواء كيماوي بكل انواعها يعني. طب قبل ما ناخد رايك كده عن القسم يعني وبتنصح الطلبه بايه، عايزين نعرف بقى اللاتيني. ايه اللاتيني اللي بيسبب عقده كبيره جدا، اللي هو اصلا في لاتيني يعني انا اقول لك العقد بتيجي مش هتاخد قسم اصلا. هو كام في القسم اصلا في الكليه؟ احنا الدفعه بتاعتي 180 واحد. ماشي يعني مش اكتر برضه يعني. لا مش تلاقي مثلا قسم اغذيه وقسم بوي اكتر. دول اكتر. الخوف من الوقايه بيبقى خوف من كذا حاجه. اول حاجه الناس بتخاف من التشريح، وبيخافوا من اللاتيني والرسومات. ده اكتر 3 حاجات. الضفدعه دي كانت اسهل حاجه والله، كانت اول ضحايا. بالنسبه للعقد او الناس بتخاف منه، تلاقي اللاتيني في الاول وفي الاخر هو حفظ ماشي مفيش مشكله، بس انت في الاول وفي الاخر حفظ قوي. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. انت في الاول وفي الاخر اي حاجه في اي قسم او اي حاجه في الدنيا ليها صعوبتها. الصعوبه دي انت تتخطاها بمدى انت بتحب القسم بتاعك قد ايه. اي قسم مش عايزين بس نخصص اي قسم هتلاقي فيه صعوبه من ناحيه معينه، وده بناء على انت تخشات كل واحد، حد يحب الحفظ حد يحب الفهم، وكل الاقسام معتمد على الاثنين بالمناسبه يعني. بالنسبه للتشريح هو التشريح بس هو بتبقى اول مره انت عايز جرأه وخلاص، بعد كده بيبقى لذيذ يعني. الرسومات انا واحد ما رسوماتي على قدها خالص، ولكن مره بمره بتتطور، كل حاجه بالتدريب بتيجي يعني ما تقلقوش خالص. طيب عايزين نعرف تقدير القسم بشكل عام يعني. التقدير القسم احنا حسب الدفعه بتاعتي كان بايو تكنولوجي علوم اغذيه وقايه كانت رقم 3 بتاخد من جيد جدا يعني. يعني كده برضو قبل ما نقول مثلا نصيحتك للناس اللي عايزه تدخل القسم، ممكن نقول مثلا برضو بشكل عام ان مثلا اللاتيني مش عقده كبيره، او ان مثلا لو انت حابب القسم وعلشان مثلا في حاجه انت مش حاببها مثلا، يعني مثلا تلاقي كتير مثلا ناس في الثانوي كان نفسها تخش علم رياضه، بس كان مشكله مثلا عندها في الجزء مثلا من الرياضه تخش حاجه هي مش حباها فهي مش هتأدي فيها. يعني نقدر نقول اللاتيني مش بيمثل عقده من نفس الدرجه اللي الناس كانت شايفاها، هو بالتعود بس. بالظبط.
هو النصيحه اللي انا اقولها للطلبه، انت في سنه اولى انت بتدي لنفسك حريه تشوف جميع الاقسام، ما تخشش انا عايز قسم معين انت ما تعرفش حاجه عن الكليه، انت خش اعرف كل اللي انت عايزه عن الكليه، افهم الاول، شوف انت حابب ايه، عندك الاجازه ده طويله اللي فكر حاول فيها. ده اللي حاول ان احنا بنعمله، احنا بنعمل رساله حقيقيه واقعيه بدون اي مبالغه ولا تكلفه خالص. بالظبط. احنا بنقدم اللي احنا بنشوفه بشكل واقعي، تمام، ان احنا فعلا مجال حلو، المعلومات اللي فيه قليله والمعلومات المنتشره غلط اكتر من المعلومات اللي فيه اصلا، فاهمني؟ فيعني ان شاء الله بالتوفيق. وبعد ما انت تشوف كل الاقسام، انت تشوف انت حابب ايه وتستخير ربنا اولا واخيرا، وتشوف انت نفسك انت عايز تبقى ايه فيما بعد كشغل وكدراسه، لان الدراسه ممتعه جدا جدا جدا. ادي نفسك فرصه للكليه حتى لو انت تنسيها جاب عليها، شوف انت عايز ايه، تحبها، شوفها كويس وبعدين احكم عليها، بعد كده شوف ان شاء الله ربنا يغفر لي وبس كده. ما تنساش من صلاح دعائك. شكرا جدا حبيبي تسلم جدا. وكده خلصنا مع فقره اسال زراعي لبرنامج وقايه نبات. اكتبوا لنا في التعليقات على البرنامج اللي احنا عايزين نتكلم عليه الفتره الجايه او الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، سلام. استنى كده، رايح فين؟ متنساش تعمل متابعة بقى عشان تشوف الفيديوهات الجاية. اشوفكم على خير، سلام.